شركة لارام المغربية تأتي الرحلة إضافية لنقل الجماهير المغربية إلى قطر. أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تنظيم 30 رحلة يوم الثلاثاء والأربعاء من أجل نقل مشجعي المنتخب الوطني إلى قطر لحضور مباراة نصف النهائي كأس العالم التي ستجمع الأسود بالمنتخب الفرنسي. وأفادت الشركة في بلاغ لها أنها تطرح اعتبارا من اليوم الاثنين تذاكر بسعر محدد في 5000 درهم ذهابا وإيابا شاملة للرسوم. وأضاف أن بيع التذاكر سيتم عبر موقع الشركة royalmaroc.com والوكالة التجارية التابعة للشركة ومراكز الاتصال، بالإضافة إلى الشبكة الوطنية لوكالة الأصفار. وذكرت أنها تمنح للمشجعين الموجودين بالدوحة الذين سافروا مع الخطوط الملكية المغربية الراغبين في مواصلة دعم المنتخب تسهيلا لإعادة جدولة رحلات العودة، كما سيكون متاحا لهؤلاء إمكانية تغيير تاريخ العودة دون غرامات أو مصاريف إضافية. وهذا شيء جميل، حيث ستأتي لهم العودة عبر رحلات التي ستبرمج في 19 و20 و21 من دجنبر الجاري. وشددت الشركة على أن جميع المسافرين المعنيين سيحصلون على تذاكير بالتاريخ الجديد على عناوينهم الإلكترونية أو أرقام هواتفهم، لافتة أنه على المسافرين الذين لم يدلوا بعناوينهم الإلكترونية أو أرقام هواتفهم للاتصال بالرقمين الهاتفيين تاليين المغرب 0800 008 9 الرقم الدولي زائد 212 5 22 48 97. وهذا خبر اليوم. شكرا لحسن استماعكم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.